من فترة مش كبيرة كنت قاعد بسكرول على اليوتيوب بدور على حاجة اتفرج عليها انا وباكل، واذ فجأة الاقي فيلم قصير بعنوان شيفت مسائي. كل العلامات من بره كانت بتقول ان الفيلم ده مصري، من اول شكل الصمنيل، اسم الفيلم، اسم المخرج، واخيرا وليس اخيرا وش البطل. تحسست طبق الاندومي ولقيته كان قرب يتكلم اسكندنافي من كتر ما برد. شغلت الفيلم من غير ما افكر، على الرغم من اني عمري ما شفت فيلم قصير قبل كده. ومن هنا بدأ الانبثاق. ازيك، عامل ايه؟ انا عمر الكل في الكل، ودي حلقة جديدة من الكل في الكل. الاسبوع اللي فات للاسف ما كانش فيه فيديو لعدة اسباب، بس اكبرها كان سبب تقني. كنت بلعب سلك سونج. ما بقتش ازاي؟ بس اتمنى الفيديو ده يكون زي ما هو مرسوم في دماغي ويكون مرضي لجميع الاطراف. قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل شير ولايك وسبسكرايب وكومنت. انزل دلوقتي يعني قول لي ايه اخبارك، عامل ايه، ليك فتره مش ظاهر. واخر الحلقه بقى انزل اعمل لي كومنت تاني بقى، قول لي رايك في الحلقه وقول لي مستني تشوف مني ايه الفتره الجايه. وانزل بقى اعمل لي فولو على الانستا، لان تقريبا كل يوم بيبقى فيه اخبار وحاجات جديده تخص الافكار والحلقات واخبار التشانل عموما. اعمل لي اد على الفيس، هقبل برضو، ما تقلقش. ومؤخرا بدات انزل مقتطفات بسيطه على تيك توك من الفيديوهات، عشان على امل انها تفايرل هناك، لان كلنا عارفين ان اي حاجه بتفايرل في التيك توك بتفايرل بره. وفي سيرفر ديسكورد معمول للتشانل مخصوص ليه فتره، بس محدش دخله غير كام واحد من اصحابي تقريبا. واسيبكم مع الفيديو. الافلام القصيره انواعها كتيره، بس احنا في مصر تقريبا محتكرين نوعين او ثلاثه بس في الصناعه، ونكاد نكون بنعملهم بشكل مميز عن باقي دول المنطقه. وتميزنا ده بيخلينا تقريبا اكتر دوله عربيه بتعمل افلام قصيره. وهو صحيح 3/4 بيبقوا عن اللا انجابيه والصلع الوراثي، وبيبقوا مرشحين ل 80 مهرجان في السنه، بس ابرزهم بيبقى مهرجان الفقوس الافغاني. واول نوع من الانواع اللي احنا مميزين فيها هو الدرامي الواقعي. تحسست طبق الاندومي ولقيته كان قرب يتكلم اسكندنافي من كتر ما برد. شغلت الفيلم من غير ما افكر، على الرغم من اني عمري ما شفت فيلم قصير قبل كده. ومن هنا بدأ الانبثاق. بداية الفيلم مع البطل الغير متوقع اطلاقا، عصام عمر. قبل ما يبقى عصام عمر دلوقتي بتاع جيم وعضلات عنده. هو قبلها كان عادي والله، وشه كان شبه مسمار. اسمه زين، ومن الواضح ان هو شغال كول سنتر في احدى شركات الاتصالات المصريه. كان واقف في المطبخ بيعمل كوبايه شاي وبيكلم امه، وامه بتقول له ان هو انت ما شدتش السيفون. قال لا عرفت منين؟ قالت له شفت اسمك عموما قلب الام ما بيكدبش، فهو غالبا ما شدش السيفون. خلص كوبايه الشاي وطلع من المطبخ، واول ما طلع بنشوف ان واحده معاه في الشغل وقفته وبتتكلم معاه عادي جدا، بيقول لها ان انا شغال شفت مسائي النهارده للاسف. والكلام كان ماشي عادي. اول ما لفت ظهرها عطاها النظره، وبنشوف من نظرته دي ان هو يا كان في حاجه بينهم، يا اما هو في حاجه من ناحيته هو مخبي بال ولا ايه. اول ما بيخشوا بيسند تليفونه على المكتب، بنشوف ان امه بعتله رساله ان هو يجيب عيش فينو معاه هو جاي الصبح. ودي رمزيه بقى من المخرج، عباره ملزوقه على الازاز بالبونت العريض في حواها اتيتيود ايكوالز ايفريثينج. زين بيخش وبيقعد على الجهاز فعلا، وبنشوف ان هو اول ما بيقعد بيجي له مكالمه، وفي غضون المكالمه دي بترن بنشوفه مريح ظهره وقاعد بقى سرحان. ممكن يكون مرهق تعبان مش بينام كويس، الله اعلم. اول ما زين بياخد باله بيتعدل وبيرد زيه زي اي كول سنتر في الدنيا، بيتكلم بطريقه مهندمه مهذبه. اهلا وسهلا بحضرتك في دلتا الاتصالات والانترنت، زين في خدمتك. العميل اللي بيبقى اسمه اكرم بيتكلم بكل الكلاحه وتقل الدم والغتاتة اللي في الدنيا، تحسه راجل كلح اتم ربنا مسلط عليه نفسه. بيقول له بقى اخيرا رديته، ليا ساعه بقى قاعد بسمع في المزيكا السخيفه اللي انتوا حاطينها. زين بيقول له معلش يا فندم ده كله من ضغط المكالمات. بيقول له ضغط ايه، احنا الساعه 2 الفجر. وزين بيحاول يتدارك الموقف ويحاول يكلمه باحسن طريقه ممكنه عشان ما يتركبش من مديره. شكوى العميل كانت مزيكه الانتظار من الاجراءات الروتينيه بتاعت مالين الرقم، اسم حضرتك ايه، ومن قولت دوس على زرار ستارت. وبصراحه عنده حق في النقطه دي. مشكله اكرم بتبقى مشكله متكرره مع اغلبنا. اللمبه الوحيده اللي منوره هي لمبه الباور، والانترنت فاصله، ده معناه ان مفيش نت. المشكله دي غالبا بتتحل في ساعتين كحد اقصى. تلاقي اللي بيرد عليك واحده او واحد من الكول سنتر بيكلمك بنفس الطريقه اللي بيكلمك بيها زين. ومع الرغم انها بتبقى مشكله مستفزه، بس انت بتحاول بقدر الامكان تكلمه بطريقه كويسه عشان هو ملوش يد في اللي بيحصل ده. بنشوف ان زين عنده قله تركيز شويه او ارهاق، عن طريق ان هو بيسال اكرم نفس السؤال مرتين ثلاثه، مفيش مشكله. واكرم بسبب طريقه زين دي بيبقى بشكل ما متعصب، وكل مدى بيبقى اوقع بشكل ما، او من غير طريقه زين. يعني هو زي ما قلت لك هو راجل ربنا مسلط عليه نفسه، فبره عنها. يعني في كلمتين بيبقوا حافظينهم بتوع الكول سنتر، اللي هو معلش المشكله دي جلوبال. دي مش لازم تترجم ترجمه حرفيه. جلوبال دي معناه ممكن يكون ان المشكله
ضر ناس تانية غيرك حتى لو 3-4 تنفار. بس في الحلقه دي لما زين قال لاكرم ان المشكله دي جلوبال، اكرم عشان هو زي ما قلت لك ربنا مسلط عليه نفسه مسك له في كلمه قال له جلوبال. ما تقوليش جلوبال دي يعني على مستوى العالم بقى. زين مع كل كلمه اكرم بيقولها له بيحاول يتحمل على نفسه عشان لو خرج عن شعوره وسمع العميل ربعين هيخسر شغله، ودي تقريبا اخر حاجه هو عايزها في وضعه ده. اكرم بيقول لزين هنخلص من المشكله دي امتى؟ ان شاء الله يا فندم الخدمه ترجع خلال ساعتين. بعد كده اكرم بيرجع يقول له ان هو مش قصده على القطع الحالي بتاع المشكله اللي ليها ساعتين، هو قصده على المشكله الكبيره اللي بتتكرر كل يوم او يومين وليها بتاع 4-5 شهور شغاله عنده بتتكرر. اكرم بيفهم من كلام زين ان هو بيستغباه وبيقول له ان انت عايز تقول لي ان المشكله اللي بتتكرر عندي ليها 4 أو 5 شهور هتخلص في ساعتين، طبعا انت بتستغباني. زين ما قداموش حاجه غير ان هو يقول له الكلام اللي هو حافظه ان المشكله دي معاها ساعتين وهتتحل، وفي الاغلب بتتحل قبل ساعه اصلا من حدوثها. ولما زين بيقول نفس الكلام اللي هو حافظه اكرم بيتعصب اكتر، واكرم هنا بيديله مثال عن المشكله والوضع اللي هم فيه. بيقول له ان انتوا عندكم مشكله كبيره قوي في حته السيرفرات دي وفي تعاملكم مع الناس، انتوا دايما بتحاولوا تعالجوا العرض مش المرض. يعني مثلا لو واحد حرارته عاليه ورحت اديت له اسبرين درجه حرارته هتقل فعلا، بس بعد فتره هتبدا تعلى تاني. هتعلى ليه؟ لان سبب المشكله في الاول او سبب السخونيه ما اتعالجش، اللي هو ممكن يكون انفجار في المراره مثلا، وده فعليا النهج اللي بيتعاملوا بيه شركات الاتصالات مع مشكله قطع النت. هي مشكله دايما بتتكرر في كل البيوت بنفس الطريقه وموظف خدمه العملاء الشقيان اللي بيكلمك بيقول لك نفس الكلام اللي زين بيقوله هنا، لان هو حرفيا ما يعرفش مشكله زي دي هتتحل امتى. اكرم بيبدا يكلم زين كانه هو السبب في المشكله وهو السبب في قطع النت، كانه بيتكلم كيان شركه الاتصالات. حرفيا النت بيقطع عندك ليه يا راجل يا عايب يا، وبيفضل يقول ان هو معاه شغل وان هو عنده كميه شغل كبيره متعطله بسبب قطعه النت دي، وبيكلموا عن ضروره النت وانه ما ينفعش النت يبقى قاطع وبيقطع كل يوم بالطريقه دي. انا بتفرج كنت مستغرب ازاي عصام عمر قادر يوصل كل حاجه ممكن يحس بيها اي موظف خدمه عملاء محطوط في موقف زي ده مع عميل زي ده من غير ما يبالغ في اي رياكشن او اي رد فعل او اي حركه. كل ردود فعله ورياكشنات وشه وتحركاته متناسقه مع بعض، وكل حاجه من اول تكرار الاسئله والاجابات اللي هو كان بيكررها لغايه الاسئله والاجابات الغلط اللي هو كان بيغلطها، كل حاجه بتدل ان هو عايز يخلص من المكالمه دي دلوقتي. وكمان حد لابد من مدحه هو الممثل احمد كمال بشخصيه اكرم. انا قلت لك لفظ خارج عشان بقول لك المعلومه، هي كلمه بقت لفظ خارج. طب ابو المعلوم تمشي دي تمشي يا زين. حاجه مش سهله اطلاقا ان واحد ممثل يعرف يعمل فويس اوفر بالطريقه دي ويوصل كل مشاعر الكره والحقد والغل اللي جواه في موظف خدمه عملاء غلبان فقير كحيان بيقبض 3000 وبيشتغل 10 ساعات في اليوم. رجوعا للفيلم اكرم بيذكر لزين ان هو عارف ان طريقته معاه وحشه وتكاد تكون اقبح ما يكون، وعارف انه اكيد مش اول زبون يكلمه بالطريقه دي، وبرضه عارف ان زين عايز يخلص من المكالمه دي باي شكل من الاشكال، بس مش قدامه حاجه غير انه يسمع عشان ما يخسرش شغله. وبرضه اكرم بيذكر لزين انه عشان يستحمل قرف الشغل ده كله لازم يكون عنده دافع، والدافع ده ممكن يكون ممثل في حبيب او صديق معاه في نفس الشغل. ايوه هي فبيقول له عايزك تتخيل ان هي قاعده معاك دلوقتي وبتسمع نفس الكلام اللي انا بقوله لك، وبتسمع كل كلمه وحشه عميل قالها لك وانت ما عرفتش ترد عليه باي شكل من الاشكال، ما عرفتش حتى تقول له هل هتوافق ترتبط او تتجوز حد بالضعف والشلل ده. وفي وسط ما اكرم ماسك زين نازل على جلده بكرباج سوداني متزيد زيت زيتون، زين بياخد باله ان نت اكرم رجع وبيقول له يعني معلش يعني والله انا اسف هقطعك بس نتك رجع نشوف كده. واكرم فعلا بياخد باله ان النت رجع وبيقول له النت رجع فعلا شكرا يا زين. واول ما النت اكرم بيرجع بنشوف ان اكرم ما عندوش شغل ولا حاجه وقاعد بيلعب بالفوت شامبيون ومنفعل مع اللعب ومش فارق معاه ان هو لسه مخرشم بني ادم. ووسط لقطات بين الانفعال من اكرم والقعده والحسره والكره والغل والحقد وكل المشاعر اللي ممكن تكون وحشه في الدنيا من زين تجاه الشغل والوضع اللي هو فيه حاليا، اللي بتتعمل بطريقه من احسن ما قد يكون، من موسيقى للقطات لكادرات لتمثيل. بتيجي مكالمه لزين وزين بيفكر ما يردش، بيسيبها على الويتنج حبه لغايه ما انت كمتفرج بتبدا تقتنع او بيبقى عندك امل، قلبك بيدق ان زين مش هيرد بس الشاشه بتضلم. اهلا وسهلا بحضرتك في دلتا الاتصالات والانترنت، زين في خدمتك. تصفيق فيلم حلو ربع ساعه بالظبط، خلصته وقعدت اضحك من كتر السحله اللي دماغي اتسحلها في الربع ساعه دي.
كل حاجه كانت مظبوطه في الفيلم ده، من موسيقى تصويريه لكادرات لاضاءه لتمثيل لصوت اكرم. وده تقريبا اغلب حال الافلام القصيره الدراميه الواقعيه. نوع الفيلم درامي واقعي، مشاكل كل الناس العاديه اللي زينا، كل حاجه في العمل بتتسخر عشان تشوف نفسك في البطل وتحس انك بتتفرج على قصه حياتك او حياه حد تعرفه. بتحس انك شفت القصه دي في حياتك او حياه حد حواليك قبل كده، دي مش مجرد قصه مكتوبه. احسن جزء عجبني في الفيلم ده هو اخر جزء، لان هو خلاني مخلص الفيلم وانا مش عايز اعرف ايه باقي قصه حياه البطل. قفلت التتر، ما تقوليش حاجه تاني بقى. تقييم الفيلم قهوه على الريحه، معموله حلو وهتعجبك حتى لو قهوتك مش على الريحه او حتى لو مش بتشرب قهوه اصلا. بدايه الفيلم بثراء جوبيل او نهى في الصيدليه بتجيب حاجه عينها وقعت على كندم، وباين من نظراتها انها مش عارفه ايه ده او اول مره تشوفه، في حيره ورايبه في الموضوع. المهم في وسط ما هي متقمصه شخصيه الفلاحه التي اغراها غلاف علبه القناضم، امها بترن عليها بتقول لها ان هي هتجيلها النهارده عشان هي قريبه منها. طبعا نوع بتتعصب، بس هي جايبه قناضم اكيد مش هتحشيهم رز يعني. بتقول لها يا اما كنت تقولي من بدري، اصل انا مش عامله حسابي والحيكي ميكي والكاني والماني التيت والشريط العايقه والراق. فبتقول لها ان هي في الصيدليه ومروحه البيت وهتبقى تكلمها لما تروح. بتتحرك نهى حامله على اكتافها شعورها اللامتناهي باللبوء والتحرر والبناطيل الكتان البيضاء اللي هي اللي بتشف دي. راحت بقى تغير طعم الكندم بقى، يعني هي في الاول كانت جايبه خوخ، قالت بقى اروح اجيب توت، بس بعد كده اكتشفت اللي هو هات نجيب الاثنين ما يخسرش. خدت نهى العلبتين بالطعمين واتجهت على الكاشير عشان تحاسب وتمشي، واذا بتاع الكاشير بيقول لهم ان كله هيحاسب على كاشير واحد عشان الكاشير التاني عطلان. وقفت نهى في الصف وراها ام وبنتها الصغيره، فالبنت شافت علبه عاديه جدا، كل علب قنادم عاديه يعني مفيش علبه مرسوم عليها صوره. المهم يعني البنت راحت بكل السآله والغتاتة والاتامه بتاعت الاطفال اللي زي جان رامز تسال امها يا ماما هو ايه ده؟ طفله عاديه بتسال على حاجه هي مش عارفاها، مفيش اي مشكله. تروح الام الفجره العايقه الرايقه تقول لها بس يا بت مالكيش دعوه. يعني الغباء، الام هنا كانت قادره تقول لها ده دواء كح عادي، بس لا ده طيب لا طبعا الاستاذه شاهناز كاتبه ومخرجه العمل شايفه غير كده، شايفه ان هي لازم تبرز ان ده كندم. عارف اللي هو ايه يا مره، مدام شاهناز دي شخصيه اسطوريه، بس دايما هتلاقيها بتكتب وتخرج النوعيه دي من الافلام، النوع اللي فيه حاجه في نظرها عاديه جدا وبتحاول تبرزها بكل الاشكال ان هي ليه دي حاجه عيب، دي حاجه عاديه قوي. هتلاقيها في الاغلب من سكان المهندسين وخريجه الجامعه الكنديه، عامله بوي كات وجايبه شعرها كله على جنب واحد وصبغه منه خصل ابيض او اصفر، بتشرب ام توت، وغالبا ابوها قال لهم في البيت ان هو نازل يجيب لبن وما رجعش. بس كل العقد دي بتعدي تحت بند المخرج عايز كده. الوقت ده البنت بتاخد موبايل امها عشان تلعب بيه عادي، تقول لها يا ماما عايز العب بالتليفون، ما تقول لها خدي الموبايل. تمام، تاخد الطفله الموبايل وتخش تسرش على الاسم اللي على العلبه اللي في ايد نهى بكل قرننه وتقل دم وجان رامز. بتدي نهى العلب اللي في ايديها، مش عايزين ننورماليز الكلمه عشان الفيديو ما يتمسح سيكشوال كونتنت، ممكن. بتدي له بقى علبه القناطر عشان تحاسب وتمشي. بس بص بقى بتاع الكاشير، بص النظره. الكاشير التاني بيحصل فيه مشكله هو كمان، والدنيا تمام، عقبه كمان في وجه البطله اللي ماسكه علبه فيها قناضم على الملأ والدنيا بونو. الست اللي وراها بتقول لها لمي اللي في ايدك ده، احنا مش ناقصين الحاجات دي، المفروض الحاجات دي تتحط في كيس اسود. بعد ما الست انفعلت على نهى وقالت لها تحط اللي في ايدها ده في كيس اسود، في اللحظه دي بتخش ام نهى تقول لها بما انك قلت لي انت في الصيدليه وقلت اجي اعدي عليك ياخدك ونروح. الست بتقول لامها ايه ده وانت امها؟ طب ما تشوفي خلفتك المرحه دي اقنعيها تخف. ام نهى بتاخدها على جنب تسالها ايه ده، هل نهى هترد وتقول لها ايه ده فعليا؟ لا والله ما هترد، هتتلعثم وتهته لغايه ما الست تقول لها ساكته ليه ما ترد. نهى ترد عليها وتقول لها انت ايه اللي حشرك اصلا؟ تقوم الست قايله لما الموضوع يجي عند بنتي انا اتحشر ونص. وانت يا نهى يا استاذ اسراء ما ترد يا استاذ اسراء عايزين نخلص. هوب يشدوا، تقوم الست الرجعيه المتخلفه تقول بعلو صوتها في قلب الصيدليه جنب بنتها ده واقي ذكري. ايه الواقي الذكري ده يا ابني؟ كوندوم يا حاج. والصدمه هنا ان احنا عرفنا من ام نهى ان نهى طلعت مش متجوزه. ومن هنا بقى الفيلم بيتقلب مهجع ضجاع، بيتعمل فيه كل حاجه حرام وعيب ومش طبيعي تحصل. يخش بقى واحد يسال عادي في ايه اللي بيحصل، الراجل اللي على الكاشير بيقول له في واحده معاها واقي وامها شافتها. الواد يقول له ايه المشكله، فاهم؟ الراجل بيستغرب وبيقول له بكل عبط ولا انت تابع الريمبو ولا ديوس؟ امك يا ابني انت بتوع الريمبو ولا راجل ما مش عارف انت ولا ديوس ما اعرفش. نهى تزعق في وش امها وتقول لها يما ده واقي. بوم، قالت لها انا بعد كده انفجرت تقول لا انا جايبها لنفسي، تعب اقول لك انا بعمل بيه ايه. انا في اللحظه دي يعني
اسكبيت وقلت ما افكرش كتير، لان انا لو تطرقت لان انا افكر في كذا احتمال اللي جم في بالي مش هبطل تفكير، فالحمد لله انا ما فكرتش يعني. حصل تجاوز بين الراجل الكبير والواد اللي وراه، اللي هو الراجل قال له انت تبع الريمبو ولا دايو. حصل بينهم تجاوزات ومسكوا في بعض، وبتوع الصيدليه راحوا يحجزوا. ام نهى ترمي العوازل في الارض عشان ايه يمشوا، تقوم البت الصغيره تمسك العلبه وتطلع بقى اللي فيها. ام البت تشوفها، هو انا ليه قلتها بالطريقه دي؟ ام البت تشوفها وسريعا في اللحظه دي فكر، قول لي بالله عليك، هل الام هتروح تاخد العلبه من بنتها ولا هتمسك في خناق نهى؟ اي نعم، مسكت في خناق نهى وسكعوا بعض جزء لا مملوكي. بنت مسكت العلب وبتفتحها، والوضع زي ما قلت لك مهجع من شويه، كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. البت ماسكه الكياس وبتطلع بقى، خلاص هي مسكت الكياس وبتعدهم في ايديها، والفيلم خلص. سرشت كتير فشخ بقى عشان الاقي الفيلم ده نوعه ايه، من كتر ما انا مش فاهم ده ايه. لقيته رمزي فلسفي. يعني انت عايز تقنعني ان نوع الفيلم ده يندرج تحت الفيلم الرمزي او الفلسفي. ده المفروض النوع ده بيحاول يقول فكره كبيره من خلال رموز. تلاقي الفيلم كله مش واضح، بس في الاخر المفروض تفهم رساله. الفيلم هيحط لك مشهد واحد غريب فشخ بس مليان معاني عن ولا حاجه. انا ما فهمتش حاجه في الاخر. تقييمي لفيلم امان زياده هو بنطلون كتام اللي هو بيشف ده، اتبل ميه وبعد كده اتقعد بيه على رمله، فالموضوع بقى مش مريح اطلاقا. بيبدا الفيلم مع هند صبري، تقريبا اسم الشخصيه سناء بتصحى من النوم مخضوضه من كابوس انها خيطت ايديها في البنطلون. كانت بتخيط بنطلون بقى وايديها جت تحت الخياطه، فايديها اتخيطت بقى في البنطلون. في كميه عبث اتقالت في الحلم، كل ده بسبب ان هي شغاله في مشغل خياطه. يعني بتصحى من النوم مخضوضه من الكابوس، وفي نفس الوقت عياط ابنها الصغير اللي بتصحى تلاقيه لبى نداء الطبيعه، وقامت بقى تشطفه. بتكلمه كانها بتكلم نفسها، وواضح انها مش طايقه جوزها بسبب اهماله وعنجهيته وعربجيته والحاجات المصطلحات المجعلصه اللي بتتقال على تويتر كل يوم دي. على حد وصفها بتلبس البونيلا والشنطه وراحت تاخد المفتاح. المفتاح مش فاكره حطت المفتاح فين من امبارح. وهنا عملت مونولوج اقل ما يقال عنه ان هو عبقري. بتحاول تفتكر فيه هي عملت ايه امبارح بالليل قبلها بيوم. بتفضل تحاول تفتكر خطوه بخطوه لغايه ما بتوصل انها حطت علبه اللبن اللي كانت في ايديها في التلاجة، وفي نفس الوقت ممكن تكون حطت المفتاح في التلاجة، بس بتفتح التلاجة مش بتلاقي لا علبه اللبن ولا المفتاح. تحاول تفتكر تاني اللي حصل امبارح بعد موضوع التلاجة، بس بتروح المطبخ ومش بتلاقيه. تتكلم بقى وتقول ان جوزها ظالمها وسالخها ومهمل وعليها هو والدنيا، ونفس الكلام اللي بيتقال على تويتر كل يوم. تقول بقى ايه الحديث والترهات الجانبيه والحكي والميكي اللي حصل بينها وبين جوزها امبارح بالليل، وهي باصه في الكاميرا. ركز بقى في الحته دي، هاجيلها كمان شويه. ركز. تفتكر انه شد منها المفتاح في الاوضه طب ممكن يكون حاطه في جيب الجاكيت. تقوم تدور على الجاكيت، تلاقي في جيب جاكيته مفتاحها ومفتاحه. تقول احسن مش هلاقي حد يفتح له لما يرجع من الشغل. تشيل الواد وتروح ناحيه الباب، لسه هتنزل كادر بيقرب مره واحده. انا في اللقطه دي انا اتفزعت. انا كنت لسه واكل سندوتشين جبنه بطماطم ملوكي اتهضموا لوحدهم من كتر الخضه. تبص في النتيجه وتلاقي ان النهارده الجمعه. تقعد تضحك والفيلم بيخلص. شكرا، مش عايز منك حاجه. انا بجد ما كروتش الفيلم. يعني هو ده حرفيا كل اللي حصل في الفيلم. في تصنيف بيستخدموه صناع السينما المستقله كتير، لما الفيلم مش عايز يحكي قصه معينه بس عايز يحسسك بمزاج معين، هدوء او وحده او امل او سلام. ممكن يكون ملل برضه. والنوع ده على حد علمي هو قادر يديك اكتر من احساس، ويجي منه ان هو يبقى اكتر من نوع. بالنسبه لحته البصه بتاعت الكاميرا بتاعت هند صبري اللي قلت لك ركز فيها من شويه، لا انا ما عنديش اي تعقيب. كنت بقول لك بس تركز عشان كنت عايزك تركز فعلا. تقييمي لفيلم صباح الخير، كوبايه شاي بلبن. الشاي فيها اكتر من لبن، فالموضوع بيبقى مش مظبوط. يعني الكوبايه نفسها طعمها بيبقى محمر شويه، حتى الكوبايه نفسها طعمها بيبقى ما حدش فيكم يعمل كده. ما حدش يحط الشاي اكتر من اللبن في كوبايه الشاي بلبن بالله عليكم. خلصت طبق الاندومي وبقيت شويه ميه في الاخر عشان كانوا سقعوا قوي وما يتشربوش. قمت وديته المطبخ وغسلته في السريع ودخلت انام. وبس كده، سلام.